الموافق 13 إلى 14 مارس 2012. الحمد لله رب العالمين القائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. وبعد، فإن الدعوة السلفية بجميع فصائلها وقواعدها في ربوع هذا الوطن من أوسع وأهم مكونات النسيج الاجتماعي اليمني، وجزء لا يتجزأ من جمهور هذا الشعب العريق يعيش آماله وآلامه، فضلا عن كونها فاعلا مؤثرا في بناء نهضة الوطن ومساهما قويا في تخفيف معاناة أبنائه وصنع التغيير نحو الأفضل في ثورته وتوجهه وطموحاته. واستشعارا من أبناء هذه الدعوة بخطورة المرحلة الراهنة ومتغيراتها الداخلية والإقليمية والدولية، تداعى كوكبة من علماء وقادة ودعاة العمل السلفي لعقد مشاورات متعددة ومتكررة تدارسوا فيها الموقف السياسي لدعوتهم في ظل هذه الظروف التي تعيشها بلادنا والمحيط الإقليمي والعربي. وقد انبثق عن هذه المشاورات واللقاءات دعوة منهم للانطلاق نحو المشاركة السياسية الفاعلة في صناعة القرار وخدمة الوطن وخوض المعترك السياسي كضرورة شرعية وحتمية واقعية. وإشراكا لقواعد الدعوة السلفية في هذا الأمر جاء انعقاد هذا المؤتمر السلفي العام، والذي حضره المشاركون من جميع التيارات السلفية من عموم محافظات الجمهورية تحت شعار السلفيون والعمل السياسي، خلال اليومين الثلاثاء والأربعاء 20-21 ربيع الثاني 1433 الموافق 13-14 مارس 2012. وقدمت فيه أوراق عمل وناقشوا وتدارسوا إنشاء كيان سياسي سلفي ينطلق نحو البناء والتجديد ونهضة اليمن الجديد. وفي ختام هذا المؤتمر قرروا الآتي: 1. إنشاء كيان سياسي منبثق عن هذا المؤتمر. 2. تشكيل هيئة تحضيرية لاستكمال إنشاء الكيان السياسي مكونة من الأسماء الآتية: الدكتور محمد بن موسى العامري، الشيخ مراد بن أحمد القدسي، الشيخ صلاح سالم الكلبي، الشيخ عبد الوهاب محمد الحميطاني، الشيخ جلال أحمد صالح الكميتي، الدكتور عقيل بن محمد المقطري، الدكتور عبد الله بن محمد الحاشدي، الشيخ عبد الله بن غالب الحميري، الشيخ عبد الرحمن بن سعيد البريهي، الشيخ عبد الله الروفي، الشيخ خميس بن عبود بن سعد، الشيخ أنور الوادعي، الشيخ عبد الخالق العويري، الشيخ محمد عيضة شبيبة، الشيخ عبد السلام جبر. 3. يوصي المؤتمرون أن يكون مسمى الكيان السياسي اتحاد الرشاد اليمني، وللجنة التحضيرية الحق في تغيير المسمى المقترح إن رأت ذلك. 4. تكليف اللجنة التحضيرية بإعداد رؤية سياسية شاملة لتقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني تشمل كافة القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية. 5. يوصي المؤتمر المكونات السلفية في الجنوب لبلورة رؤية سلفية حول القضية الجنوبية. 6. الإشادة بجميع من شارك بفاعلية في هذا المؤتمر ودعوة من لم يشارك من السلفيين لترشيح من يمثلهم في اللجنة التحضيرية
تحقيق طموح وأهداف هذا الكيان الساعي لنهضة هذا الوطن والحفاظ على هويته، ونرحب